زيادة إنتاج البيض عند الفراخ أكتر من 90% بسبب شجرة المعجزات. الشجرة اللي هناخد أوراقها النهاردة وهنعمل للفراخ منها مشروب اسمها شجرة المعجزات. ليه؟ علشان الشجرة دي بتحتوي على يعني تعتبر مصدر للعديد من الفيتامينات والمعادن، زي فيتامين B6 وزي فيتامين سي وزي فيتامين ألف وزي المغنيسيوم والحديد، فيتامين B12. تحتوي على نسبة عالية جدا جدا من فيتامين سي بشكل غير عادي، وده بيرفع المناعة بطريقة كبيرة جدا جدا عند الطيور. كمان غنية بمضادات الأكسدة اللي هي بتمنع التأكسد، بتمنع الأمراض المزمنة، بتمنع المشاكل اللي ممكن تتكرر عند الطيور بالذات عند الفراخ اللي بتبيض. ليها فوائد كبيرة قوي قوي قوي، يعني فظيعة، بالذات في تحفيز إنتاج البيض عند الفراخ. بتزود إنتاج البيض بشكل غير عادي، واتعمل عليها تجارب كتيرة جدا جدا، بالذات عشان العناصر الفيتامينات اللي موجودة فيها دي. كمان فيها فيتامين اي، فيها حاجات بتمنع الانتفاخات، بتمنع انتوا عارفين ساعات الفراخ تبقى ما بتاكلش، الحيصلة منتفخة. بتمنع امراض كتيرة قوي قوي، وبتقي الفراخ من امراض كتيرة قوي، وفي نفس الوقت بتحفز انتاج البيض بشكل غير عادي. بتحتوي كمان على الزنك، والزنك مهم جدا، وبتحتوي على احماض امينية هايلة فوق ما تتخيلوا. الاحماض الامينية دي لوحدها كفيلة بانها تخلي الفراخ بتاعتك تبيض ليل ونهار دايما. حتى لو انتوا عارفين الفراخ لما بتقطع بيض اثناء تغيير الريش بتاعها بنجيب لها احماض امينية علشان ترجع تبيض تاني. كمان فيها اوميجا 3 اللي هو اقوى حاجة لزيادة انتاج البيض. انتوا عارفين دايما بنشتري اوميجا 3 اللي هو كبسولات كده علشان خاطر الفراخ تبيض، فالعشبة ديت مش هتخليك تحتاجي تشتري اوميجا 3 لان هو طبعا غالي جدا. ما شاء الله، بجد محفز قوي جدا 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 لإنتاج البيض عند الفراخ. والعشبة رخيصة ومفيش فيها أي أضرار، ومفيش من استخدامها أي ضرر خالص خالص. العشبة بتاعت النهاردة برضو عشان أنا عايزة الفيديو بقى قصير مش عايزة أطول عليكم، وهي المورينجا. المورينجا دي موجودة عند العطار، دلوقتي أصبحت مشهورة جدا جدا، ناس كتير بتستخدمها، وبنستخدمها كده زي الشاي. فوائدها كتيرة قوي قوي، لو قعدت احكي لكم عليها مش هتصدقوا قد ايه هي رهيبة. يعني انت نفسك ممكن تستخدميها لان هي مهمة جدا، مفيدة لنا احنا كبني ادمين. ناس بيعملوها كده زي الشاي الاخضر. بتجيبي المورينجا دي عبارة عن ورق ناشف كده عامل زي ورق الملوخية بس اخضر فاتح، وبنحط عليها مية مغلية ونغطيها لمدة ساعتين 3 لحد لما المية المغلية دي تبرد، وبناخدها نصفيها ونحط عليها. يعني انت مثلا عملتي كوباية على معلقة كده، يعني نص معلقة كبيرة او معلقة صغيرة من المورينجا دي، حطيت عليها كوباية مية مغلية وركنتيها. بعد ما تتنقع كده ساعتين 3 بنحط صفيها وبنحط عليها مية عادية كمان لتر او لترين، ونقدمها للفراخ بتاعتنا. المشروب ده لو عملتيه للفراخ 3 ايام كل اسبوع هتشوفي احلى واعلى انتاج بيض عمرك ما تتخيليه. لو الفراخ حتى قطع بيض هترجع تبيض تاني، ولو الفراخ انتاجها ضعيف هتلاقي انتاج عالي جدا جدا من البيض. ممكن برضو العشبة المورينجا دي نحطها على الاكل ناشفة كده، بس الطريقة دي مش اقتصادية، انا ما برجحهاش، لان في الغالب هتقع في الارض هتروح من الارض من الفراخ، ومش دايما الفراخ هتعرفها وتاكلها. المورينجا نستخدمها للفراخ اللي بتكون بتبيض، يعني الفراخ عندك بتبيض، يعني بشرة بيض تحطيها ليهم مش قبل كده، يعني مش من سن صغير. ممكن نحطها من سن 4 شهور. تمام. يعني مش هنكتر عن 3 ايام كل اسبوع من المورينجا، علشان كل حاجة في الدنيا ليها مضاعفات، وكل حاجة لما بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. ليه رجاء عندكم تعملوا لايكات، تعملوا لايك، طبعا مش هتعرفوا تعملوا لايك واحد، تعملي تعليقات كتيرة قوي قوي على الفيديو علشان ترفعي الفيديو، علشان تدعمي القناة. وان شاء الله هحط لكم برضو الرابط بتاع قناة الحمام زي ما قلت لكم قبل كده، عشان محتاجة منكم دعم تشتركوا فيها كلكم.
لان هي يعني محتاجة دعمكم بصراحة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.